لو اخر حاجه في حياتي اقولها مش عارفه، كنت اتمنى ان حياتي تبقى افضل من كده واحسن من كده، وكنت بتمنى ان انا كنت اللي انا مرتباه في دماغي يحصل. اوقات السكوت بيبقى اصدق من 1000 رسالة، بس احنا قررنا نكتبها حتى لو مش هتوصل. هنرحب بالضيفة بتاعتنا شاهد رامي، تكون ضيفة معانا. هنسألها بعض الأسئلة زي ما احنا متعودين، وهنسمع منها إجابات مختلفة عن نفسها. الأسئلة طبعا بتكون سرية تامة لحد ما الضيف يتفاجئ بالأسئلة. طبعا هي ما تعرفش أي حاجة تقول انقذوني يعني. يلا نبدأ. يلا بينا. أول سؤال معانا، إمتى حسيت إن ربنا أنقذك؟ أنقذني بعد ثالث ثانوي. يعني حسيت ان فعلا ربنا انقذني من اي حاجه، من ثانويه ومن ده كله، وعرفني ازاي ان اانا اطلع من اي حاجه، يعني اكون قد اي حاجه وكده. فعلا ربنا انقذني منها. يعني بعد ثالثه ثانوي حسيت ان انا بس ليا وربنا بس، مش عايزه اكون لحد تاني خالص. تمام. ايه اللي لو اختفى من حياتك هتضيع؟ اللي اختفى من حياتي هتضيعي؟ اهلي، بابا وماما. بابا وماما؟ ايوه. حد فيهم معين بالاخص؟ ماما. ماما وبابا. وبابا. لا، من غير مش هقدر اكمل. يعني هما سندي اصلا في الدنيا بعد ربنا. تمام. السكوت اوقات بيكون تقيل؟ ايوه. لما انت تبقى عارفه الرد؟ السكوت او لما بكون عارفه الرد، بس انا مش بقدر استحمل، برد على طول. يعني ما تقدريش تكتمي؟ انا بكتم، بس بيجي وقت اللي هو خلاص بيبقى صبري نفس خالص، بطلع كل جوايا اللي كنت محوشاه كله بطلعه. في حاجات لو اتقالت بدري كانت هتفرق؟ أوي. هتفرق مع الحد ده هيكون لسه يعني موجود او كده؟ كانت هتفرق في المستقبل. في مستقبلك؟ جدا. يعني كانت الحاجات دي اتقالت لي بدري، كانت هتفرق في مستقبلي قوي قوي يعني. كانت انا كنت حاسه ان حياتي كانت اتغيرت 180 درجه. يعني متخيل 180 درجه عن اللي انا عشتها دلوقتي. بس عادي بقى كملي. ايه الحاجه لو رجع بيك الزمن مش هتعمليها؟ ان ادخل ثانويه عامه. مش هدخل. ما كنتش هتدخليها اصلا؟ انت عندك معقده من الثانويه العامه؟ ما كنتش هدخل ثانويه عامه. ما كنتش هدخلها، ما كنتش. انا اديت طاقتي كلها لثانويه عامه. بس حاسه انها تجربه استفدت منها؟ ولا طالعه لا، انا طالعه من ثانويه عامه ان انا استفدت كتير قوي. استفدت حاجات كتير قوي، ان انا يبقى الواحد لنفسه، ما يفكرش في اي حد غير نفسه، يبقى الواحد يدي طاقته لنفسه هو. تمام. والصحاب طبعا. شخص مش موجود تفتكري في رمضان؟ بتقلب علينا المواجع. معلش. مش موجود في رمضان يعني بالاخص. بتفتكري قوي في رمضان يعني؟ هم اهلي كلهم لما بيبعدوا، مثلا لما بيسافروا وبقى يجي رمضان، بفتكرهم قوي ان انا عايزاهم يبقوا موجودين. بس الحمد لله بيجوا. يعني هم بيجوا بس مش دايما في اول رمضان؟ لا، بس بتفتكريهم في رمضان؟ ايوه، بحب وجودهم، يعني عمامي وبابا كده بحب وجودهم في البيت في رمضان. يعني بيبقى ليه روح حلو قوي، لمة العيله. ايوه. اوقات كنت محتاجه شخص معين بس ما استناش؟ هو انا ما استناش. يعني اوقات كنت محتاجه حتى كلمه اللي هو الطبطبه بس. بس ما لقيتش. فاهم؟ ما لقيتيش اصلا؟ لا، هو كان موجود بس ما هو بعت. تمام. بس انا كنت محتاجه في الوقت ده، يعني الوقت ده كان من اصعب الاوقات اللي عدت عليا، بس كملوا يعني. وعدت على وشنا. اهم حاجه اني عدت على وشنا. في شخص سامحتيه بس الوجع لسه موجود؟ ما بعرفش اسامح لحد وفي لسه وجع، ما بعرفش اسكت حد وفي لسه جوايا حاجه. يعني انت تسامحي خالص يا ما بعرفش اكون منافقه معنى الكلمه. لازم انت كويس وانا صفيالك، خلاص اسامحك. لكن لسه جوايا في حاجه ما اقدرش اسامح، يعني عاتب ونخلص الموضوع يا ما نتكلمش تاني. لو معاكي رساله هتقوليها لشخص مش موجود هتقولي له فيها ايه؟ هقول له ايه؟ هو مش موجود ولا هو موجود؟
هو مش موجود. هقول له كنت بتمنى ان تكون موجود في حياتي بس انت اللي خسرت. هو خسر. اه الرسالة دي لو آخر رسالة هتقوليها هتقولي فيها ايه؟ لو اخر سنه في حياتي يعني ولا هتقوليها. آخر رسالة ليك هتقولي فيها ايه؟ سؤال صعب. فكري حسن. فيه براحتك. ماشي. لو اخر حاجه في حياتي اقولها مش عارفه. كنت اتمنى ان حياتي تبقى افضل من كده واحسن من كده، وكنت بتمنى ان انا كنت اللي انا مرتباه في دماغي يحصل بس الحمد لله. يعني الواحد بيقول الحمد لله، ربنا بيعوض أكيد. يعني. اخر حاجه ان الانسان يؤمن بقضاء ربنا ويستنى عوض ربنا. عوض ربنا جميل قوي، يعني الواحد يؤمن بكده ان في عوض. يعني طالما في حاجه مشيت من حياتك في عوض ليها واحسن واحلى واحلى. أنت حسيت بالعوض ده ايوه كتير ولا بتلمسيه؟ يعني تلاقيكي مثلا حاجة أنت فقدتيها ايوه وحاسين ربنا عوضك بالأحسن منها؟ ايوه يعني كذا مره كتير. يعني ربنا حاجه بعدت عني ربنا عوضني باحسن منها، واتاكدت بعديها ان ربنا عوضني. قلت ازاي ان انا ما بعدتش من زمان. زي ما مشيتش زي ما مشيتش. لو قدرتي تمسحي حاجة من حياتك هتمسحي ايه؟ تالتة ثانوي. برضه ثانوي؟ تالتة ثانوي دي عقدة. ايوه طبعا. لو الذكريات دي تتمسح. تالتة ثانوي كلها، ثانوية عامة كلها تتمسح من حياتي. تالتة اعدادي. تالتة اعدادي برضه. تالتة اعدادي وتالتة ثانوي. الشهادات. شخص نفسك تشكريه؟ ماما وبابا. نفسك تشكريهم؟ ايوه تشكريهم. بشكركم على تعبكم معايا، بشكركم على كل وقت كنت انتوا اصلا بتحسوا بيا من غير اي حاجه. بشكركم على كل حاجه حلوه انتوا بتقدموها لي. عمركم ما خذلتوني، ما جيتوا في وقت قلت لا انا ماليش حد. انتوا اصلا سندي في الدنيا. واعمامي يعني عامه، اعمامي وبابا وماما، انا عايزه اشكركم من كل قلبي بجد. حاجه صغيره بتفرحك؟ كلمه لما حد يكلمني حتى كلمه حلوه انا بفرح، او حد يقول لي او ابسط حاجه. وبزعل من اقل حاجه عشان حد كله ياخد باله. حاجه بسيطه جدا. لو حد قال لي رساله حلوه او حد قال لي صفه فيا حلوه انا بفرح جدا. يمكن لو حد قال لي كلمه طيبه بفرح جدا. مش معنى ذلك ان حد يزعل انا بزعل. خدوا بالكم. طب نعمة حاسه بيها اليومين دول؟ حاسه بيها اليومين دول ولا الايام اللي فاتت؟ لا اليومين دول. اليومين دول ان ربنا بيوفقني في حاجات كتيره قوي. كنت بتمنى ان ربنا يوفقني فيها الايام اللي فاتت، بس عوضني بيها الايام دي ووفقني فيها جامد. عاده حلوه بتحبي تعملها في رمضان؟ اعمل زينه مع العيال. بتعمل ايه؟ زينه مع العيال. قرآن على طول. يعني الحمد لله ان الواحد بيختم في رمضان على طول. تمام. ونعمه ان احنا نعمل مثلا شنط رمضان الكلام ده. الحمد لله ربنا وقع تحس باحساس حلو؟ ايوه جامد. يعني الشهر اللي الواحد بيستناه اصلا. هو المفروض الحاجات دي تتعمل طول السنه، في شهر رمضان بتفرق قوي. وبكده نكون وصلنا لاخر الحلقه. نشوف التجربه معاها. حسيتي بايه التجربه دي؟ التجربه دي قلبت عليها مواجع بس لا تجربه جميله. حسيت ان انا طلعت كل اللي جوايا اصلا. لمست معاكي جوه. ايوه تجربه جميله جدا. يعني الحمد لله ان احنا عملنا التجربه دي اصلا. كنت محتاجه التجربه دي؟ فعلا قوي. جيت في وقتك. ماشي. واستنونا في حلقات تانية كتير ان شاء الله في رمضان موجودين معاكم، وهبقى كل سنه موجودين معاكم ان شاء الله. ونشكر الضيفه وسلام. باي.